ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. العرق الاسباني عارف ازاي يعمل ريمونتادا في دوري ابطال اوروبا، وكانت ليله تاريخيه لبرشلونه ولجماهير برشلونه. 9 اهداف في 90 دقيقه كره قدم بعد التاخر نتيجه 3-1 في الفيرست هاف. وفي الشوط الاولاني نزل برشلونه جاب هدف بقت 3-2، ولكن بنفيكا ردت بقت 4-2 وتاخر برشلونه بفرق الهدفين مره اخرى، ليعود برشلونه ويسجل الثالث ويعود برشلونه ويسجل التعادل 4-4. بلس 90 بالقضية من جانب رافينيا يسجل الهدف الخامس لتصبح نتيجة 5-4 في ليلة تاريخية لبرشلونة. فعلا من الليالي الممتعة في التشامبيونز ليج اللي دايما متعودين عليها. يعني ليالي التشامبيونز ليج دائما وابدا ممتعة ومثيرة، لكن مش مجنونة للدرجة دي. يمكن في هذه المباراة حصل عبث كبير قوي، يعني اولهم طلع تشيزني، يعني على رأس العبث هو طبعا حارس مرمى برشلونة. ولكن بصراحة حصل عبث كتير قوي في اللقاء ده، وعلى رأس أكيد العبث تشيزني. هدايا متبادلة غير طبيعية ما بين الفريقين، وتحديدا برشلونة. يعني بتتكلم في ال3 أهداف لبنفيكا من ال4 اللي سجلوهم هم أخطاء تقريبا كلها من جانب نادي برشلونة، سواء بقى بتتكلم يعني في ركلة جزاء على تشيزني، سواء كمان بتتكلم أراوخو اللي سجل هدف في نفسه. لكن اللقطة دي أنا مش فاهمها، يعني بعد العبث اللي أنت عملته قدام ريال مدريد وحرمت جمهور برشلونة من أن يشاهد سكور تاريخي لم يتحقق في أي مباراة سابقا، يعني في الكلاسيكو، وانتهت المباراه في الاخر 5-2. هو سكور برضو، لكن يعني كانوا يعملوا سكور تاريخي على الميرينجي. وتشيزني النهارده برضو بيطلع، لكن مش على لعيب بقى من المنافس وياخد طرد، لا على لعيب يعني معاه لعيب معاه في نفس الفرقه. ده بالدي وده تشيزني، حارس مرمى برشلونه او مدافع برشلونه، وفي الاخر الاثنين خبطوا في بعض ووقعوا على الارض، مفيش نفس، والكره راحت لمهاجم بنفيكا وراح عادي جدا والجون فاضي. مش عارف طب انت ليه طلعت؟ الكره نازله لبالدي وهيبعدها والدنيا زي الفل، حتى لو خطأ من بالدي هيبقى لسه في حارس مرمى. مش معقوله انك انت اللي تطلع وتضرب بالدي بعد ما كان هيستلم الكره ويشتتها عادي جدا، وتروح لمهاجم بنفيكا ويسجل، وبالتالي كان هيشيل يعني شيله حلوه قوي من جمهور برشلونه. وكان ممكن يقعد دكه مثلا لو طبعا يعني برشلونه كانت مثلا تعثرت في هذا اللقاء بالخساره. اما بقى الراجل ده اللي جاب الهدف القاتل والقاضية لنادي برشلونة بفينش عالمي باسيست تاريخي لتوريس، تقريبا ممكن يقعد في برشلونة بسبب الاسيست ده على فكرة يعني. بالاضافة الى ان رافينا دلوقتي بيقدم مستويات جبارة قدام كل الفرق، كبير وصغير ما بيهموش حد. هي تقريبا دي النسخة الأصلية للبرازيلي رافينا، ودي النسخة الأفضل تقريبا على مر تاريخ رافينا من ساعة ما لعب كورة تقريبا في حياته. يعني بصراحة رافينا بيقدم مستويات رائعة جدا، ولكن برضو قبل هدية حارس مرمى بنفيكا. حارس مرمى بنفيكا جاي ينطح الكورة بعيد، راحت في راس رافينا لقاها جون. يعني هي والله العظيم حتى كان في مسافة بعيدة ما بينه وما بين رافينا، ولكن بيشتت الكورة على راس رافينا. رافينا هي لمسه واحده بس هي خبطت فيه على طول هدف لنادي برشلونه. وبالتالي الهدايا المتبادله بصراحه كانت كتير وعجيبه غريبه، وضربات الجزاء كمان. يعني الماتش ده كان فيه كل حاجه، بتتكلم 9 اهداف 90 دقيقه كره قدم، طبيعي يبقى فيه تنوع اخطاء وضربات جزاء واهداف من لعب مفتوح وكل حاجه حصلت في اللقاء ده. يعني مثلا برشلونه اتحسب عليها ركله جزاء وحيده، ونادي بنفيكا اتحسب عليه ضربتين جزاء سجلهم المتخصص وهو ليفاندوفسكي، وبالتالي الماتش تقريبا حصل فيه كل حاجه. في النهايه برشلونه حصدت ال3 نقاط، وكتيبه هانز فليك كسبت. وهانز فليك بصراحه يعني طالما جبنا سيرته كان ليه شويه رياكشنات جامده، بس يعني جامده موت بصراحه يعني. تحديدا بعد التعادل 4-4 برأسية جارسيا. الراجل مش مصدق، ولا جمهور برشلونه اعتقد برضه مصدق بالريمونتادا التاريخيه الجباره دي لنادي برشلونه. لكن في الاول وفي الاخر هي على حساب بنفيكا، فيعني لازم برضه نادي برشلونه يفهم ان هو صعب الماتش على نفسه بطريقه عجيبه غريبه، ولازم يعيد حساباته شويه هانز فليك في مبارياته امام الفرق اللي هي اقل منه، اللي هي مش التوب ليفل. ومن برشلونه للكينج المصري محمد صلاح اللي مشرفنا في كل حته، واللي وصل امبارح لهدفه رقم 50 ليه مع نادي ليفربول في البطولات الاوروبيه القاريه. الدوري الاوروبي 6 اهداف و44 هدف في دوري ابطال اوروبا بقميص ليفربول فقط لا غير، و51 هدف في دوري ابطال اوروبا فقط لا غير مع كل الفرق اللي هو لعب لها ولبس قميصها علشان يخش قائمه افضل 10 هدافين تاريخيين في هذه البطوله وفي تاريخ هذه البطوله على مر العصور، ويتعادل ب 51 هدف مع تيري هنري، ويتخطى كيليان امبابي اللي عنده 50 هدف فقط لا غير على مر تاريخه يعني حتى الان في دوري ابطال اوروبا. ليفربول امبارح كسب والصداره بالعلامه الكامله، مش همه حد خالص. كسب ليل الفرنسي على الانفيلد بنتيجه ال 2-1.
اما بقى كريستيانو رونالدو فرقم تاريخي، وكالعاده الراجل ده متعودين عليه يعني في الارقام التاريخيه، وصل للمساهمه 101 مع النصر السعودي خلال يمكن 92 مباراه فقط لا غير، 83 هدف و18 اسيست. هذا الرجل خيالي والله العظيم. 101 مساهم بعد تسجيله هدفين امبارح في مباراه النصر السعودي، وصل للهدف 919 ليه في مسيرته الكرويه في رحله البحث عن ال1000 هدف. بالاضافه الى اتلتيكو مدريد اللي امبارح كسبت بنتيجه 2-1 في مباراه بعنوان جوليان الفاريز على حساب بايرن ليفركوزن. كتيبه تشابي الونسو كانت عامله موسم تاريخي الموسم الماضي بصراحه، يعني جوليان الفاريز صفقه مهمه جدا لاتلتيكو مدريد، شايل اتلتيكو مدريد في معظم لقاءاته في الفتره الحاليه. وحاليا اتلتيكو مدريد حقق الانتصار الرابع على التوالي في التشامبيونز ليج، وبالتالي هو انجاز بشكل كبير. اتلتيكو مدريد برده ماشي كويس جدا لحد ما في دوري ابطال اوروبا. اما بقى النادي الاهلي فخلونا شويه بقى مع الكره المحليه وخلاص. يعني في بقى بشرة خير كده ان الاهلي بيستعد للاعلان عن اولى صفقاته، وهو اللاعب صاحب ال 22 عام، لعيب لسه صغير، لعيب جنسيته سلوفيني، وهو اللاعب نيج جراديسار او نيج جراديشار. هو لاعب سلوفيني بالمناسبه، لعيب دولي في منتخب سلوفينيا، بيلعب مركزه الاساسي مهاجم صريح، وممكن يلعب في مركز الليفت وينج او الجناح الايسر. يعني اكيد الحكم هيكون في الملعب، والاهلي لسه ما اعلنش طبعا بصوره رسميه، لكن خلاص الاهلي في الرتوش الاخيره للاعلان عن الصفقه للاعب السلوفيني صاحب ال 22 عام. وبكده انتهى الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. سلام.